السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايلك حبيب قلبي فيديو جديد عن طريقة حظر ارقام الواتساب ببند حظر جديد وبند حظر طلقة غير البنود اللي فاتت. تابع الشرح للاخر عشان تعرف تقرا ارقام كويس، ما تقدمش خطوة ولا تقلل خطوة. تابع الشرح للاخر. هسيب لك لينك البند في وصف الفيديو، وطريقة التحميل برضو اللي مش عارف يحمل البند او يحمل من الرابط المختصرة. طريقة التحميل بتكون في وصف الفيديو برضو، يعني كل حاجة موجودة متقلقش. تمام، بخوك وشارح فيها كل حاجة. فدلوقتي يا صاحبي بند حظر جديد، بند حظر اعمال ومتجر. هتقول لك رقم في قلب الفيديو برضو، اقول لك الشرح ازاي. بس الاول يا صاحبي، لو انت مش مشترك عندك في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس ولايك وكومنت للفيديو. مش طالب منك اكتر من كده، غير بس اشتراك للقناه وتقدرني يعني مفيش اسهل من كده. وبس هسيب لك الرابط في وصف الفيديو بتاع البند. طب البند ده شغال من كام نسخه؟ هقول لك دلوقتي. البند شغال اعمال ومتجر. بس ارجع صلي على النبي عشان نبدا الشرح. دلوقتي يا صاحبي هنطير المتجر الأعمال قصدي، من 3 نسخ. طب والمتجر أقولك دلوقتي برضو المتجر شغال من كام. طب بس دلوقتي هنجرب على رقم أعمال، على رقم أعمال فاتح أو قافل. طب المتجر لأ، المتجر لازم يكون فاتح. وأشرح لك برضو الطريقة بتاعته. فهنجيب رقم كده يكون فاتح أعمال. تمام، ماشي الشخص ده. اسفين ليه بقى لو عشان الرقم هيطير، بس هجرب لكم البند مش أكتر. شوف كده الرقم شغال قدامك. تمام. خش كده يا صاحبي على الشات. بعد ما تخش على مثلا انت خدت الرقم كوبي، هتفعل زر العكس في النسخة اللي معاك إذا كان معاك نسختي أو معاك نسخة حد تاني. تيجي عند ال3 نقط وبعد كده رسالة الرقم غير محفوظ، ضغط عليها تحط الرقم كوبي بالشكل ده. هدخلك على الشات بتاعه. دي كده هتحط البند في قلب الشات، فاجيب البند بس. تمام، ده كده البند. هتحطه بتاع مرتين تلاتة في قلب الشات كده بالشكل ده. تمام. الرقم كده قافل قدامك. تطلع فوق بقى يا صاحبي، تيجي عند ريبورت بيزنس. دي ريبورت بيزنس مالكش دعوة بلوك. هتعمله كام إبلاغ من هنا؟ 25 إبلاغ من هنا ل30 إبلاغ. 25 إبلاغ كويس. تبقى تديله كده إبلاغات من هنا. بعد كده 3 4 5. خليك سريع في الإبلاغات بس. 7 8 9 11. هو مش لازم بالظبط، يعني انت ممكن تكتر عادي. كل ما انت تكتر في الإبلاغات وتكتر في النسخ، ده بيكون حاجة كويسة مش حاجة وحشة. ده بتخلي الرقم يطير معاك أسرع. بعد كده اديله إبلاغات. احسن حاجه النسخه اللي هي العكس ديت، النسخه اللي بنزلها لك اللي هي نسخه ضرب بلغات. يعني هو خدت بالك اللي هي علامه صح متشاله وثابته، يعني ما بتخرجش منها. انت في النسخ العاديه بتعمل ابلاغ علامه صح بيكون موجود وتشيل علامه الصح وتطلعك بره الواجهه دي تخش تعمل تاني. لا، بنزل لك النسخه. يعني انت لو عملت 100 ابلاغ تعملهم في خلال دقيقتين. يعني ديت حاجه بتسهل عليك الابلاغات. تمام، خش بقى جوه الشات. تيجي بقى صاحبي عند علامه الديسلايك اللي هي ريبورت دي او الابلاغ. برضه تكون علامه صح تسيبها متشاله، وتعمل 5 إبلاغات من هنا. 2 3 4 5. تيجي عند السادس بقى تفعل علامة الصح دي. علامة السادس تفعل علامة الصح، واخد بالك؟ تفعل علامة الصح. تعمل كده. تمام. تطلع تخش على النسخة اللي بعدها. حط الرقم برضو نفس النظام. وهتحط البند في قلب الشات كده بتاع 3 مرات، وتخش على النسخة برضو اللي بعدها. النسخة دي فاضية. عشان الرقم غير محفوظ تحط البند في الشات الأول. الأضمن برضو إنك تحط البند في النسخ بتاعتك كلها الرقم، بعد كده تخش تبلغ على طول. يعني مش تحط البند في النسخة تخش تبلغ واللي بعدها تحط البند، لأ تحط البند الأول. دي بقى البلاغات بتاعتنا. فانا دول البلاغات من النسختين الباقيين دول عشان وقت الفيديو. هجيلك تاني نكمل الفيديو. طب يا صاحبي تيجي عند البلاغات الأخيرة، عند آخر نسخة انت بتعمل البلاغات منها تكتر في البلاغات. يعني مثلا البلاغات انت بتعمل 25، لأ تعمل منها بتاع 35 كده ولا حاجة. تكتر في البلاغات من آخر نسخة. آخر نسخة بس مش شرط الباقي. كده دي الإبلاغات منها. كده وصلنا لحد تقريبا بتاع 30 أو 35 إبلاغ. خش بقى جوه الشات. تيجي عند علامة الريبورت برضو تكتر الإبلاغات من هنا. افضل اديله إبلاغات كده من هنا في آخر نسخة كده.
تيجي عند البلاغ ده كده تفعل علامة الصح وتعمل ريبورت كده الشكل ده كده. خلاص خلصنا البلاغات بتاعتنا على الرقم. تمام. رقم لسه مطرش. طب الرقم يطير في قد ايه؟ الرقم يطير يا قلبي في خلال دقايق. طب ده كده للأعمال لحد ما الرقم طار كده معانا. بص الرقم طار، يعني مفيش أسهل من كده. بص يا صاحبي، طار الرقم معاك في أقل من دقيقة وأنا بعمل إبلاغات بالظبط، يعني ما خدش مش هقولك ساعة والكلام ده كله، لأ الرقم طار معاك في خلال دقايق. تمام. طب ده كده الأعمال. طب أقولك المتجر، نجيب رقم المتجر اللي انت عايز تطيره. ثواني. تمام كده طار. طب رقم المتجر هنجيب بقى رقم المتجر كده، مثلا الرقم ده فاتح على متجر، برضه نفس النظام، هتحط البند في قلب الشات كده بتاع كام مرة تطلع تدير بلاغات. بس في المتجر بقى تكتر في البلاغات. طب هتعمل من كام نسخة؟ من 6 نسخ للمتجر. أهم حاجة الرقم يفضل متصل معاك، الرقم ما يقفلش، كلمة اتصل الآن دي تفضل موجودة ما تختفيش زي ده كده. ده هتلاقي الرقم متصل، يفضل متصل طول ما انت بتبلغ عليه، يفضل متصل ويكون ظاهر لك اللي هو متصل زي ده كده اونلاين. تمام قلبي. طب بعد ما تعمل البلاغات بتاعتك من 7 نسخ وكتر في البلاغات جدا في المتجر الاعمال زي ما قلت لك، عملت دلوقتي الاعمال البند طلق اخواتي بمعنى الكلمه. تمام. بعد ما تخلص البلاغات بتاعتك هتلاقي الرقم يطير معاك في خلال قد ايه على حسب ضغط الشركه. والشركة عليها ضغط الرقم هيطير معاك في خلال 40 دقيقة أو ساعة. طب لو معلوش ضغط ممكن يطير معاك نص ساعة عادي أو في 20 دقيقة. ولو الرقم اللي انت بتبلغ عليه طار قبل كده، لو الرقم طار قبل كده يطير معاك في خلال 5 دقايق بالظبط. تمام. لو طار قبل كده وانت بتطيره تاني. لكن لو أول مرة يطير فانت تكتر في النسخ وإن شاء الله قلبي هيطير معاك. دلوقتي ده البند هسيبلك في وصف الفيديو بالرابط برضو مختصر. في طريقة تحميل في وصف الفيديو. بس انت وصلت لحد هنا متنساش تشترك في القناة وتقدرني قبل ما نطلع في الفيديو. سلام يا اخواتي.